أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل خبر اليوم الذي سوف نتحدث فيه عن اغتيال إمام مسجد الصحابة في حي المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث اغتال مسلحون مجهولون اليوم في مدينة عدن إمام وخطيب جامع الصحابة في حي المنصورة. وقالت مصادر صحفية إن المسلحين الذين كانوا يستقلون إحدى السيارات أطلقوا النار على الشيخ العمراني وهو في طريقه إلى عمله في الشيخ عثمان ولاذوا بالفرار، فيما حاول عدد من السكان إسعاف العمراني إلى أحد المستشفيات لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى المستشفى. يشار إلى أن العمراني يعتبر خامس شيخ يقتل في العاصمة المؤقتة عدن منذ 10 أكتوبر الماضي برصاص مجهولين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الأحداث، كما لم تتمكن السلطات الأمنية من الكشف عن أي جهة أو تلقي القبض على الجنة. ومن جهة أخرى قال مصدر محلي في مدينة عدن إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت أمام سور مبنى السينما بجانب جولة الغزل والنسيج بمديرية المنصورة، وأدت إلى إصابة مدنيين 2. وأوضح المصدر إن الانفجار وقع بالقرب من مصنع الغزل والنسيج الذي أصبح لاحقا موقعا عسكريا تتمركز فيه وحدة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية. وأشادت محافظة عدن منذ تحريرها من ميليشيا الحوثي موجة اغتيالات استهدفت عدد من رجال الدين والقيادات المدنية وكذلك القيادات العسكرية. إذن تفاصيل هذا الخبر ينضم إلينا من عدن عبر الهاتف الصحفي عبد الرقيب الهدياني. أسعد الله مساءك أستاذ عبد الرقيب. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. حقيقة أحداث متسارعة في العاصمة المؤقتة عدن وكذلك إخلالات أمنية، فما الجديد حول مسألة الاغتيالات والمسلسل المتكرر للاغتيال لأئمة ومساجد وخطباء المساجد في العاصمة المؤقتة عدن؟ ماذا عن هذا الوضع الأمني؟ تعيش عدن نزيفا مستمرا في الجانب الأمني. اليوم نحن نشهد الضحية 17 من قائمة أئمة وعلماء المساجد الخطباء الذين اختارتهم اغتالهم الإرهاب، الانسلاخ الأمني الحاصل هنا في عدن الذي يمارس مخططه واغتيالاته بشكل ممنهج على مدى 3 سنوات دون أن يقدم حتى الآن متهم واحد أو مدان. بالتالي نحن الآن أمام مسلسل خطير يستهدف شريحة مهمة في وسط المجتمع العدني. ربما هناك مشروع يراد أن يمرر على أرضية عدن وعلى الشارع العدني، وبالتالي يقف هؤلاء الخطباء، تقف هذه الشريحة حجر عثرة أمام المشروع الذي يستهدف الوطن بكامله، مشاريع صغيرة ترى أن خطباء المساجد وأئمتها وعلمائها ومصلحيها هم حجر عثرة، وبالتالي يجب إزالتهم من الطريق حتى يتسنى لهم تمرير مشاريعهم الأخرى. نحن اليوم أمام فاجعة جديدة. صار الوضع في عدن أشبه بمزيج، يعني يستهدف هذه الشريحة بشكل لافت دون أن تتحرك الحكومة، دون أن تتحرك الجهات الأمنية تمنع عن إجراءات من قبل الحكومة اليمنية، من قبل مدير مكتب الأوقاف بعدن بتوفير الحماية للخطباء وأئمة المساجد. ولكن ها هو القاتل والقتلة لا يزالوا يتحركون ويحصدون أرواح أئمة المساجد دون أن يقدم متهم واحد إلى القضاء. بالتالي الأجهزة الأمنية هنا في موضع تساؤل: ما الذي قدمته لهؤلاء؟ كيف تتكرر الجريمة بهدف واحد وفي توقيت واحد وهي صلاة الفجر، وتأخذ أئمة المساجد بهذه الطريقة السلسة
أين أجهزة الأمن؟ أين إجراءات؟ نعم، أمام أجهزة الأمن ومسؤوليتها سيد عبد الرقيب، أيضا في المقابل لم تعلن أي جهة مسؤوليتها أمام هذه الأعمال. إذن برأيك أنت كصحفي وقريب ومحلل ومطلع على الوضع، من له مصلحة باستهداف المشائخ وكذلك خطباء وإمة المساجد في العاصمة المؤقتة عدن؟ يعني هنا نشير إلى عملية في هذا المجال، عملية استهداف الشيخ عبد الرحمن العدني شيخ مركز الجيوش في لحج، وهي كانت أول تدشين لعملية استهداف أئمة خطباء المساجد. تم إلقاء القبض على قتلة الشيخ في الجريمة بعد أن انقلبت سيارتهم، تم القبض عليهم وسجنوا إلى أجهزة الأمن. ونحن اليوم بعد عام لم يقدم هؤلاء المحاكمة، لا ندري إلى أين ذهبوا، ما الذي جرى مع هؤلاء المتهمين، من من مصلحته إخفاء هؤلاء الجناه حتى لا تكشف بقية الجرائم. إذا نحن اليوم ونحن نرى هذه الممارسات تتم بشكل متكرر. هل يتمتع الفاعلون القتلة بحصانة أو برعاية أو بحماية؟ كيف يتحركون ويصلون إلى أهدافهم بشكل سهل؟ يعني أين الإجراءات الأمنية؟ كلها أسئلة تضع الأجهزة الأمنية تحت عليها علامة استفهام. لماذا كل هذا الفراغ؟ أمام علامات الاستفهام هذه سيد عبد الرقيب، ماذا عن ردة فعل الشارع في العاصمة المؤقتة عدن حول هذه الاغتيالات؟ الشارع العدني لم يستطع أن يلفظ أنفاسه بسبب كثرة عمليات الإرهاب والتخويف والفشل الأمني والفشل الخدماتي. المجتمع العدني جميعه ضحية في موقع الضحية نتيجة حتى ما يمارس ضدهم من قبل أجهزة الأمن، الإرهاب والاقتحامات. الأسبوع الماضي كانت هناك حملة مكثفة في المنصورة التي شهدت العملية الأخيرة، حملة مكثفة واعتقالات ومداهمات. نسمع عن كثرة اعتقالات وكثرة مداهمات وكثرة مشتبهين وبالمقابل كثرة عمليات وكثرة إرهاب. إذا ما تقوم به الأجهزة الأمنية لا يصب في خانة محاصرة الجريمة أو الحد منها، بل الأمور جاهزة. القاتل الذي يحمل السلاح كاتم الصوت يتحرك في أجزاء عدن، يقتل ويصور ويوثق وينشر، وبالتالي يتحرك بأريحية تامة وكأنه محمي. الآن على الحكومة أن تعيد النظر في هذه الأجهزة الأمنية المتعددة والمتكاثرة في عدن، ولكنها لا تحمل المواطن بقدر ما تنتشر في ظلها الجرائم والقتل والاغتيالات والفوضى والسيارات المفخخة. بالتالي نحن اليوم أمام مسؤولية كبيرة على رئيس الحكومة، على الرئيس عبد الله منصور هادي، على القيادة السياسية أن تحمي عدن ومكونات عدن هذه المتنوعة بثقافتها وبأعراقها وبأديانها على مر التاريخ. اليوم تتعرض لهذا الضرب ولهذا الإرهاب ولهذا القتل ولهذه العمليات ولهذا الإرهاب. ما الذي يراد بعدن؟ يبدو أن الأمر كبير، وبالتالي على الحكومة أن تقوم بواجباتها بحماية مواطنيها. نعم، طيب أختم معك لضيق الوقت سيد عبد الرقيب الهدياني، يسمح لي يعني أمام كل هذا المسلسل من الاغتيالات وكذلك التفجيرات والعبوات الناسفة التي يزرعها مجهولين ولم تتبنى أي جهة هذه الاغتيالات وكذلك العبوات الناسفة والمفخخات، أمام كل هذا المشهد هل اللوم الكامل على الحكومة الشرعية، وهل من استنفار أمني أو خطط طارئة وضعتها القيادة العسكرية والأمنية في محافظة عدن لضبط الأمن أم ماذا؟ حتى الآن ونحن الآن في العام الثالث من هذا مسلسل النزيف بعدن بإمكان مكوناتها هذا الاستهداف وهذا الإرهاب، لم نرى تحركا أمنيا جادا يحد من الجريمة، لم نرى إجراءات، لم نرى خطط، لم نرى
يعني عمل يحسن هذه الجريمه ولن تتوقف. بالتالي يعني نحن الان نضع الاجهزه الامنيه الموجوده، نضع ادوات شرعيه جميعها الموجوده هنا في عدن تحت طائله المساءله. لماذا يحدث كل هذا الخراب وكل هذا التدمير بعدن؟ ما الذي يراد بعدن؟ هي عدن هي مركز التحالف، يسيطر هنا التحالف هو المسيطر وهو قوه بارده، الحزام الامني قوه بارده موجوده في عدن، الامن العام، الامن الخاص، تشكيلات المقاومه، كيف يتحرك البناء، كيف يتحرك الارهاب ويسكت بعدن ويقتل. أشكرك جزيل الشكر الصحفي عبد الرقيب الهدياني، حدثنا عبر الهاتف من عدن حول الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن.